رعد حياته اتشقلبت لما جهاز غريب وقع من السماء لما كان بيحارب التنين على الجبل. جهاز ما فيهوش زرار، ما فيهوش شاشة. أول ما رعد غرس سيفه في الجهاز، بوابة زمنية فتحت، ومرة واحدة لقى نفسه جوه مدينة اسمها نيوراما. مدينة فيها كل حاجة ذكية بس ما فيهاش ناس. شوارع مليانة كاميرات، شاشات بتتكلم لوحدها، وأصوات بتقوله باسمه: أهلاً بك يا رعد، لقد وصلت إلى سجن العقول. رعد جري، بس كل باب يفتحه يلاقي نسخة منه، نفس الوجه، نفس صوته، بس بيقول كلام ملوش معنى. وأخيراً دخل غرفة فيها آلة ضخمة مكتوب عليها ذاكرة العالم، والمفاجأة السيف بتاعه محفور عليه كلمة إعادة التشغيل. صوت خفيف: رعد، لو استخدمت السيف تاني هتمسح كل العقول وهتبدأ البشرية من جديد. عاوز تمسح كل شيء ولا تسيب الدنيا زي ما هي؟ دلوقتي القرار مش بيد الزمن، بقى بيد رعد. تابعونا في الحلقة الجاية على بوابة إكس، واستعدوا لأن اللي جاي مش متسجل في التاريخ.